टेरर अटैक नहीं, जंग होगी। لو لسه شايف ان الافلام الهنديه عباره عن اكشن اوفر وقفزات غير منطقيه، في الفيديو ده هتعرف ان مش كل الافلام الهنديه بالشكل ده. بالعكس، في افلام بتقدم اكشن متقن بدون اي مبالغات واداءات تمثيليه على مستوى عالمي. وبفكركم تعملوا لايك شير سبسكرايب للقناه، لان ده بيساعد في ظهور المحتوى اكتر على اليوتيوب. المقدمه خلصت، يلا بينا. قبل ما نبدأ خليني اوضح لك ان الفيديو ده متقسم ل3 اجزاء هيخلوك تتابع المحتوى بسهولة. الجزء الاول افلام هتعجب الناس اللي بتحب الافلام الهندية اصلا، والجزء الثاني افلام وصلت لمستوى عالمي، والجزء الثالث واللي انصحك تروح له على طول هي افلام هندية هتندم انك لسه ما اتفرجتش عليها لحد دلوقتي. خلينا نبدأ الفيديو على طول بالجزء الاول للناس اللي بتحب الافلام الهندية بشكل خاص. اول فيلم معانا في الجزء الاول هو فيلم دانجال. الفيلم مبني على قصة حقيقية عن مصارع هندي بيدرب بناته علشان يبقوا ابطال في المصارعه، وعامر خان ابدع في الدور ده، والفيلم عمل ضجه كبيره في اماكن كتير مش بس الهند. والفيلم الثاني معانا في القايمه هو فيلم غاجيني لعامر خان برضه. لو بتحب الاكشن الممزوج بالغموض، فيلم غاجيني هيشدك من اول لحظه. القصه بتتكلم عن واحد عنده فقدان ذاكره مؤقت وعايش على الانتقام من الناس اللي دمروا حياته، وعامر خان برضو قدم اداء عبقري في الدور ده. والفيلم الثالث معانا في القايمه هو سلسله افلام كريش اللي بيجمع بين الاكشن والخيال بشكل ممتاز. وانا بصراحه ما كنتش عاوز احط في القايمه افلام لسوبر هيروز، بس الفيلم ده بصراحه ليه معزه خاصه عندي من ايام الطفوله، والناس اللي بتحب الافلام الهندي الفيلم ده هيعجبهم جدا. ونيجي بقى للافلام اللي وصلت للمستوى العالمي. وفي المركز الاول معانا في الجزء الثاني هو فيلم دوم، الجزء الاول والثاني والثالث. دي من الافلام اللي بتحب فيها الفيلن اكتر من البطل نفسه. اقوى افلام الاكشن اللي ممكن تشوفها، انتاج ضخم واداء قوي للممثلين خلال ال3 اجزاء. He's the perfect thief. तुमसे मिलके बहुत मजा आएगा मिस्टर ए। I think we'll have fun. الفيلم الثاني معانا في الجزء الثاني هو فيلم دون، الجزء الاول. بطلنا في الفيلم ده مطلوب للعدالة على المستوى الدولي، وهدفه السيطرة على السوق السوداء في المخدرات. فيلم متنفذ بجودة عالية وانصحكم بيه جدا. والفيلم الثالث معانا في الجزء الثاني هو فيلم وور لهريثيك روشان. اما فيلم وور فهو مثال قوي على ازاي بوليوود بتقدر تعمل افلام اكشن بمستوى عالمي. होगा I understand. نيجي بقى للجزء الثالث، واول فيلم معانا هو فيلم رئيس. ده بقى فيلم مختلف تماما عن اللي شفته قبل كده. الفيلم بيحكي عن حياة تاجر خمور غير قانوني في الهند. القصة والاكشن والدراما كلها متكاملة، وبتخلي الفيلم واحد من افضل افلام شاروخان. जो धंधे के लिए सही वो सही। الفيلم التاني معانا في الجزء الثالث هو فيلم بي كي، فيلم تاني لعامر خان، لكن المرة دي قصة بتجمع بين الكوميديا والدراما. بي كي بيطرح تساؤلات كتير عن الدين والمجتمع بطريقة ذكية جدا، وحقق نجاح كبير في كل أنحاء العالم، وبصراحة ده فيلم يستحق التقييم العالي اللي خده. وتالت فيلم معانا في الجزء الثالث واخر فيلم في القايمة هو 3 ايديتس. انا بعتبره افضل فيلم من الافلام اللي قلتها في الفيديو، لانه واحد من الافلام اللي بتغير مفهوم التعليم والحياة في عقل كل اللي بيشوفه. فيلم مميز مش بس بالكوميديا اللي موجودة فيه، لكن كمان برسالته العميقة عن الابتكار والبحث عن الشغف. ولو ما شفتش الفيلم ده صدقني فايتك كتير. وبس كده، لو الحلقة عجبتكم ما تنسوش تعملوا لايك شير سبسكرايب للقناة عشان يوصل لكم كل جديد. سلام عليكم.